تسهر لتطلع الشمس، تسهر ليبلش اللمس، تسهر تتسلى وتنطمط، سهرانين للقط، سهرانين للشمس، سهرانين لللمس، تسهر تتسلى وتنطمط، سهرانين للقط، سهرانين للقط. انا بغني يعني اللي شفته معايا كان الترناتيف او الاندر جراوند اللي بيسموه كده يعني، لكن هو مش اندر جراوند، هو روك والترناتيف، حاجات كلها بتتغنى بالعربي بس بطريقه غربي. يعني انا ما بلعبش شرقي خالص وبس. في الحاجات الغربي بقى بلعب باب وبلعب R&B وبلعب روك. ما فيش دعم بشكل كبير للموهبه في بلدنا وكده يعني، فقررت اظهر الحاجه اللي بعملها في الشارع عن طريق ان انا انزل كده اعرض الحاجه اللي بعملها للناس، يمكن تعجبهم يمكن يقولوا رايهم وكده، بس انا مصدق ان جوايا حاجه يعني، بس مش اكتر. ده الدافع الاكبر ان انا انزل الشارع. افتح لي بيبان الفرح انا عندي امل. والله في ناس بتتفاعل حسب الاغنيه اذا كان عارفها او لا، وفي التينيجرز اللي بييجوا يطلبوا حاجات اللي هم بيسمعوها زي التينيجرز اللي بيغنوها، الميوزيشنز الصغيرين في السن زينا من نفس جيلنا، زي امثال ناس اسامي معروفه مثلا جاستن بيبر او وان دايركشن، تايلور سويفت. لقيت ناس بتقول لي افتح الكيس ونحط لك كوينز والموضوع تيك ات ايزي يعني، ناس بتعمل كده حبا في الحاجه اللي انت بتعملها وتشجيعا ليك. يعني كذا مره، من اكتر من مره الكلام ده. كنت الاول مش بحط الكيس، كنت بحط البانر ده بس وبقف كده واغني ومش عايز الناس تسمع وخلاص. والحمد لله كان في ناس بتقف بتسمع، ناس بتصورني فيديو، ناس بتصورني عادي ديجيتال وكده وبيمشوا. بس الفكره حاجه كويسه ان انا اكون وصلت اللي انا عندي مش اكتر. مهما كنت عندي حاجه مقتنع بيها من قرارة نفسي وبنزل اقدمها للناس، مش هتعجب كل الناس. فبالتالي في ناس بتعدي مثلا تضحك ضحكه سخريه او ايه الصوت الزفت ده او كده، عادي يعني. انا مش هعجب كل انواع البشر، بس الفكره ان لو في نسبه قليله جدا بتقف تسمعني دي لوحدها حاجه مرضيه يعني بالنسبه لي. لو دي اخر اغنيه ليا افضل اغني عن الحريه قولوا معايا بصوت عالي. لو دي اخر اغنيه ليا افضل اغني عن الحريه قولوا معايا بصوت عالي.